الحقيقة يا أستاذ أول ما الواحد بيشوفك بحسك ماسوني، هل أنت ماسوني؟ هلق بشرفك إن جاي من آخر الدنيا وجاي تعمل لي منظراتي وكذا، ولك يا زلمة روح العب لك شغلة ثانية. أنا عم بسألك سؤال وكذا. طيب أنا ماسوني وصهيوني وسلفي وبركماتي وحنفكوشي وشنكليشي ومقدوسي ولقطيني ومطريشي، بدك غير هيك ومليحي؟ وآخر عقد عملته مع المخابرات في بوركينا فاسو. يا سيدي بدي أقول لك شغلة قبل ما أنهي البرنامج، انت عامل مثل حبة العدس، ما بنعرف وجهك من قفاك. صب عمي صب. ما في اسرع من هيك، ما في اسرع من هيك ابدا، ما في برافو برافو برافو. يا سيدي يا سريع جدا. يا سيدي أداؤه يعطيك ممتاز. العافية والله ممتاز. انت لسه بدك تسأله سؤال تاني؟ خلص بعد الحيط. صبوا شباب صبوا. مساء الخير بابا، مساء الخير ماما. مساء الخير حبيبتي. مساء الخير جوجو. ماما بدي أسألك سؤال محيرني. الأسئلة اختصاص أبوكي، الأجوبة كلها عنده. طيب بابا بدي أسألك سؤال، إيه طبعا حبيبتي سأليني. ليش الحيوانات والحشرات بينقلوا المرض للإنسان، وإنفلونزا الخنازير والخفاش عدانا خلانا نقعد بالبيت مثله؟ يعني باختصار ومن غير ما نفوت بتفاصيل، هن عايشين معنا، هن بينقلوا لبعضهم المرض ونفس الوقت بينقلوا لنا إلنا. بس بدي أسألك أنا هالمرة، ليش إجا هالموضوع على بالك هلأ بابا؟ كنت عم شوف الأخبار وقال في فيروس جديد اسمه فيروس الحمير، فيروس الحمير؟ وقالوا إنه المصاب بيوقف بالطريق وبيصير بشنهق. معقولة؟ يا حبيبي ما يكون كمان بيرفس. وكيف عرفت إنه بيرفس بابا؟ إيه أنا ما عرفت، يبدو إنه ضربة حظ، بس مدام بشنهق معناته بيرفس. أوف أوف أوف، وبيرفس كمان؟ يا حبيبي انتقلنا من كورونا لحميرانا. حميرونا بابا؟ إيه طيب أنا فايتة أنام، تصبح على خير. تصبح على خير. يعني إذا سمعتي لك خبر تاني على السريع تعي اسأليني. ايه يا ابو سمير، شلون بتحب اخدمك؟ أني يا دكتور جاي لعندك اليوم أعمل تحاليل شاملة وكاملة. ايوه. أمس على غير العادة باليوتيوب كان في دكتور مهم عم بيقول لازم بعد سن 65 نعمل تحاليل عامة ومعرفة نواقص الجسم، يعني مثل ما تقول ضربة استباقية مثل ما بيقولوا بالأخبار. ايوه برافو عليك يا ابو سمير، هذا الحكي المزبوط. يعني هلا انت هيك عم تعمل عين العقل، وهلا رح اخذ منك العينات، تكرم عينك يا ابو سمير. ايه بس لحظة يا دكتور، هذا التحليل قديش بيكلف يا قلبي؟ هيا ابو سمير بتكلفك كافة التحاليل $60، تكرم عينك مع التخفيض. 60 هي تقرصك عيد نقبالي. والله ما عم بسمعك منيح يا ابو سمير، شو عم تحكي؟ صوتك كتير واطي، شو غلط؟ فيش اشي دكتور، عم بقول فيش ارخص؟ طبعا في ارخص، دائما في ارخص، انا دائما بقول لك في ارخص، يعني دائما في ارخص. هلا ببعتك لعند ابو عقيد، بتعرفه صديقنا حبيبنا، عنده ارخص. لا دخيلك، بديش ابو عقيد. تمام اتفقنا، اني قبلان. طيب يا حبيبي يا ابو سمير، انت جاهز ونحن جاهزين. اكيد اكيد يا دكتور اني جاهز. بس ما قلت لي انت فطران شي؟ لا يا دكتور انا جاي اجربك يا زلمه. لك لا، لك لا، ما هيك قصدي يا ابو سمير. لك شو عم تحكي يا ابو سمير؟ مين قال لك انه انا مطعم هون؟
أنا عم بسألك إذا أنت فطران. إذا فطران ما فينا نعمل لك تحاليل. يا دكتور أني مش فطران كثير، مقلى بيض ومقدوس وجبنة والتحلاية القطين. بس هدول يا أبو سمير؟ طيب ما في مشكلة، المهم لسه فتح منك اليوم. ما فهمت عليك يا دكتور، شو قلت؟ ما قلت شي، عم بقول منيح مالك متقل بالأكل. يلا جهز لي حالك، أنا 5 دقايق وبرجع لك. ايه لحظة وقف عندك، أني غيرت رأيي. خطر على بالي انه أني امبارح شفت البرنامج، لازم انتظر 6 شهور وبعدين بعمل التحاليل. قال شو؟ فكرني ما سمعتوش، قال بده يستفتح فيني. الله لا يقشعك الخير يا وجه الانجاصة من خاطرك.